مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الإرتينية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. وزارة الدفاع تكرم لاعبي نادي دندن الرياضي. استعدادات لتنظيم معرض الابتكار والكتب في عنسبة. اتحاد المرأة ينظم سمينارا لأعضاء قوات الدفاع في الإقليم الأوسط. الجيش النيجيري يقتل 79 مسلحا وخاطفا مشتبها فيهم. وزير الخارجية الصيني يدعو واشنطن للتعامل مع قضية تايوان بحذر. ومصرع 8 أشخاص بانفجار مصنع للذخيرة غرب الهند. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. كرمت وزارة الدفاع 11 رياضيا من ضمنهم 7 لاعبات من أعضاء نادي دندن الرياضي الذين تم اختيارهم بناء على الأداء الرياضي المتميز الذي أدوه في المنافسات الرياضية التي شارك فيها الفريق في عام 2024. وأفاد المدير المكلف لهيئة الإرشاد والترفيه لقوات الدفاع الرائد في السهية التخلاي في كلمته أن التكريم نظم للمرة الثالثة لتكريم لاعبين من فريق كرة القدم والسلة إلى جانب الأولمبيين والدراجين. وتم تكريم 3 لاعب كرة قدم و4 أولمبيين و3 دراجين ولاعب كرة سلة 1 ومدرب 1. وتسلم قائد الأركان العام الفريق أول فيليبوس والدي يوهانس 14 كأسا فاز بها نادي دندن في موسم المنافسات الرياضية لعام 2024 بعد توزيع الجوائز للاعبين المتميزين في تلك الدورة. وأشاد اللاعبين الذين تم تكريمهم أن هذه المبادرة المعنوية تشجعهم للاجتهاد وتحفزهم للاستعداد للتنافس على المستوى الإقليمي والدولي. أعلن الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة الاستعدادات لتنظيم معرض الكتاب والابتكار في الفترة من 27 من فبراير وحتى 2 من مارس تحت شعار لننمي أندية القراءة والابتكار. وأوضحت مسؤولة المشاريع في الفرع السيدة شاملة جبر كيدان أن الهدف تشجيع القراءة والابتكار والاختراع لدى الشباب. وأشارت إلى أن البرنامج سينظم ضمن المعرض في عتك ليزان وعلى بعد وكرن على فترات مختلفة، موضحة بأن البرنامج كان ينظم سابقا في كرم فقط، وأن تنظيمه في المديريات يعتبر حدثا استثنائيا. هذا وينظم معرض الكتب للمرة الخامسة والاختراع والابتكار للمرة الثانية في إقليم عنسبة. نظم فرع اتحاد المرأة في الإقليم الأوسط سيمينارا لأعضاء قوات الدفاع ومكتب إدارة قيادة الأركان الإريتريا بلازا يوم أمس 24 من يناير الجاري تحت شعار أهمية القيم وثقافة العمل للشباب. وأوضحت مسؤولة الفرع السيدة إلسا ولد جابر أنه تم تنظيم هذه الفعالية بالتنسيق مع لجنة نساء وزارة الدفاع بهدف رفع الوعي للتنظيم لأعضاء الاتحاد. وقدم الشباب هبتوم الرأي القادم من المكتب المركزي للجبهة الشعبية الديمقراطية والعدالة شرحا مفصلا بعرض مصحوب بالصور تطرق إلى تعزيز الدور المسؤول للمرأة الشابة في العمل والثقافة الإنتاجية. وحثت مسؤولة لجنة الاتحاد فرع الإقليم الأوسط الرائد 6 لصالح الشابات على توارث الحس الوطني الدافع بالشجاعة البطولية التي شهدتها المسيرة النضالية الوطنية والتاريخية على حد سواء. وأوصت المشاركات الجهات المعنية لتنظيم فعاليات توجيه مماثلة في كافة فروع الاتحاد نظرا إلى أهمية المحتويات التي تطرقت إلى تحسين الأداء العملي ورفع الإنتاجية المتعلقة بالتنظيمات العاملة. عقدت لجنة مراقبة الأنشطة التجارية غير المشروعة التي تتضمن مختصين من قسم السياحة وقسم التجارة والصناعة وإدارة مدينة عصب لقاء مع أصحاب المحال التجارية في 24 من يناير الجاري لمناقشة جودة الخدمات المقدمة في محلاتهم.
والتزم اللقاء بترسيخ واتباع الإعلان التجاري رقم 132 لعام 2024 الذي يحدد قواعد الرخص التجارية والجودة والأصول التجارية والفواتير ومواضيع إدارية ذات صلة. وتناولت المناقشات للقيام بالأنشطة التجارية دون تصاريح رسمية ورفع أسعار الخدمات دون تلك المحددة وتخزين المنتجات غير المبرر وبيع مواد منتهية الصلاحية بتذكير المشاركين تجنب تلك المخالفات التي تتعرض على المراقبة الدورية من قبل اللجنة المختصة والتعرض إلى العقوبات المالية وأخرى تصل إلى إغلاق المحلات. وأشار المشاركون إلى أهمية لقاءات مماثلة حيث تساعد على مكافحة الأفعال التي تنتج عن النقص المعرفي وعدم فهم الوضع القانوني والإداري للأنشطة اليومية بشكل واعي. تلقى 196 شابا في مديرية فرو دورة تدريبية لشهر في الكهرباء والإسعافات الأولية والعلوم الاجتماعية. ودعا مسؤول فرع الاتحاد في المديرية السيد عثمان أحمد دين في مراسم التخريج في 22 من يناير المتدربين لتطوير القدرات المكتسبة خلال العمل، موضحا بأن دورات تدريبية تجديدية ستنظم كل 3 أشهر. من جانبه أوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر السيد سليمان يوسف أن التدريب المقدم يسهم كثيرا في بناء الشباب وتوريث القيم. وقال مسؤول المالية والإدارة في مديرية فرع السيد سعيد علي أن قضية الشباب قضية المجتمع عامة، مؤكدا بأن إدارة المديرية ستسهم بدورها في تدريب وتأهيل الشباب. شهدت مناسبة التخرج حفلا فنيا لفرقة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في المديرية. مشاهدينا، كانت هذه حصيلة الأنباء على الصعيد المحلي، فاصل قصير ومن ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، فكونوا معنا. أعلن متحدث باسم الجيش النيجيري إدواردو بوبا عن اعتقال 252 فردا وتحرير 67 رهينة من سيطرة المسلحين في عملية على مستوى البلاد، بينما قتل خلال الأسبوع الماضي 79 مسلحا وخاطفا مشتبها بهم. وأشار بوبا إلى أن جنود الجيش النيجيري قتلوا 79 مسلحا وخاطفا مشتبها بهم خلال الأسبوع الماضي في عملية استهدفت تمردا مستمرا منذ عقود لمتشددين إسلاميين في شمال شرق البلاد، علاوة على هجمات تشنها مجموعات مسلحة مختلفة في شمال غرب البلاد. وأصبحت عمليات الخطف عملا متكررا في شمال غرب نيجيريا، حيث تستغل العشرات من الجماعات المسلحة الوجود الأمني المحدود في المنطقة لشن هجمات على القرى وعلى طول الطرق الرئيسية. جدير بالذكر أن نحو 130 ألف عضو من جماعة بوكو حرام الإرهابية ألقوا أسلحتهم خلال الأشهر ال5 الماضية، وذلك حسب ما ذكره رئيس هيئة أركان وزارة الدفاع في نيجيريا الجنرال كريستوفر موسى. أبلغ وزير الخارجية الصيني وانغ يي نظيره الأمريكي ماركو ريبيو أن على الولايات المتحدة أن تتعامل مع قضية تايوان بحذر، بحسب ما أفادت وزارة الخارجية الصينية، وذلك في أول التواصل بين الوزيرين منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه. ونقل بيان للخارجية الصينية عن وانغ قوله: لن نسمح أبدا لتايوان بأن تنفصل عن الصين، داعيا روبيو إلى التعامل مع المسألة بحذر وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. وتايوان التي تحظى بحكم ذاتي تعدها الصين جزءا لا يتجزأ من أراضيها، وتعارض أي اعتراف دولي بالجزيرة بوصفها دولة ذات سيادة، وتؤكد عزمها على إعادة ضمها مستقبلا حتى لو بالقوة. أدى انفجار في مصنع للذخيرة في غرب الهند إلى مصرع 8 أشخاص على الأقل. ووقعت الحادثة في ولاية مهاراشترا في منطقة بهاندارا على مسافة أكثر من 800 كيلومتر من بومباي العاصمة الاقتصادية للهند، وتسببت بانهيار سقف المصنع.
وقال وزير النقل البري الهندي إن الانفجار الذي وقع في مصنع للذخيرة أدى إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل وإصابة 7 آخرين. وفي وقت سابق قال رئيس وزراء ولاية مهاراشترا ديفيندرا فاندافيس إن 14 عاملا على الأقل حوصروا داخل المبنى وإن العمليات جارية لإنقاذهم. قالت الفلبين إنها علقت إجراء مسح علمي في بحر الصين الجنوبي بعد أن واجهت سفن صيد تابعة لها مضايقات وسلوكا عدائيا من خفر السواحل والبحرية الصينية. وشهدت الآونة الأخيرة سلسلة من المواجهات المتصاعدة بين مانيلا وبكين في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وقال خفر السواحل الفلبيني في بيان إن الصين نشرت 4 زوارق صغيرة لمضايقة السفينتين، وهما عبارة عن قاربين مطاطين نشرهما مكتب مصايد الأسماك لنقل أفراد إلى جزيرة سانديكاي. ولطالما اتهمت وسائل الإعلام الرسمية الصينية الفلبين بانتهاك الأراضي الصينية بشكل متكرر في بحر الصين الجنوبي ونشر معلومات كاذبة والتواطؤ مع قوات خارج الحدود الإقليمية لإثارة المشاكل. ختاما لنشرة هذا المساء هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. وزارة الدفاع تكرم لاعبي نادي دندن الرياضي. استعدادات تنظيم معرض الابتكار والكتب في عنسبة. اتحاد المرأة ينظم سيمينارا لأعضاء قوات الدفاع في الإقليم الأوسط. الجيش النيجيري يقتل 79 مسلحا وخاطفا مشتبها فيهم. وزير الخارجية الصيني يدعو واشنطن للتعامل مع قضية تايوان بحذر. ومصرع 8 أشخاص بانفجار مصنع للذخيرة غرب الهند. سادتي سيداتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرتنا لهذه الفترة المسائية. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.